اعتراف خطير من وزير الخارجية القطري. Because Qatar has Al Jazeera, you host Hamas leaders and you financed Hamas in transferring billions of dollars over the last decade. When it comes to Hamas office in Doha, that's been opened and fully coordinated with the US, which by the way was totally coordinated with the Israeli government. The Israelis actually asked you to do it? Yes, indeed. And that's basically was part of the arrangements of the security of Gazans is to provide them with the help. والسؤال: لماذا حماس عمرها ما اعترفت بالدعم القطري لها وقالت نشكر قطر السنية على دعمها المتواصل والسخي؟ ولماذا دائما تخرج حماس وتشكر إيران فقط مع أن الدعم القطري أكبر بكثير من الدعم الإيراني؟ أنت عارف ما هي اللعبة في هذا الموضوع؟ اللعبة والمسرحية هي تلميع إيران الشيعة وإظهارهم هم الذين يدعمون فقط، وهذا ما اعترف به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. اسمع. قال معقول إيران تدعمكم مجانا؟ قلت له لا، ليس مجانا. وش كان الثمن؟ خليك. قال لي معنا في ثمن. قلت له في ثمن، بس الثمن مش من قراراتنا. وقال له ليش؟ قلت الثمن ثمنين. الثمن الأول، إيران عندما تدعم حماس الفلسطينية السنية بالتعبير الديني، هذا يجمل صورتها أفضل في العالم العربي لمعظمه سني. والثانية أنها أمام الغرب تقول لهم أنا علاقتي مع حماس قوية، ماذا تريدون من فلسطين؟ أنا جاهز. لذلك خليك واعي وافهم لماذا إيران أرادت أن يتم تلميع صورتها في الشرق الأوسط.